السلام عليكم ورحمه الله. هذه حلوه ديال الجوازاتاي صراحه. المقادير تاعي ديالها سهله. المهم عندي ربعه ديال الزبده، عندي كاس دانون ديال الفاني، عندي الزيت، جوج خمارات، الكوك، قريصه ديال الملحه، بيضه وحده. المهم غناخذ الهاشواغ، غندير فيها ربعه ديال الزبده اللي هي 250 غرام ديال الزبده لذه، غندير عليها واحد القرصه ديال الملحه، غنضيف عليها واحد الكاس ديال الزيت. بالنسبه للعبار فهو بالكاس ديال العنبه، انا راه بنتي هي اللي هازه هي اللي كتصاوب لكم الحلوه كاس الزيت ديال العنبه، جوج كيسان. يعني درنا الكاس الاول وغنضيفوا الكاس الثاني. بالنسبه للسنيده فحتى هي غادي نضيفوا جوج كيسان ديال السنيده. غادي نطحن هاد المكونات مزيان مزيان غير في الهاشوار حتى تنسجم. عاد من بعد غنضيفوا باقي المكونات. شوفوا كيفاش كترجع، يعني كيرجع الشكل ديالها كريمي. هذه الهاشوار كتسهل عليكم الخدمه. هنا غندير بيضه واحده وكاس ديال ياغورت بنكهه الفاني. صافي بعد ما خلطت مره اخرى، يعني عاوتاني خلط يعني هاشيت عاوتاني البيضه مع ودانون. صافي كنخوي الخليط في لو بول وكنبدا نضيف في الدقيق. بشويه بشويه. انا هنا غنضيف بعدا الكوك هو الاول، عاد غنضيفو الدقيق. بالنسبه للكوك فتقريبا هنا غادي ندير واحد الكاس ديال الكوك، ديال العنبه اللي غادي ندير. صافي ومن بعد غادي نبدا نزيد في الدقيق ونخلط، يعني ونخلط الخليط ديال هاد الحلوه. المهم بالنسبه للحلوه فخاصها راكم كتعرفوا، يعني الحلوه خاصها تجينا رطبه، صافي خاصها تجينا رطبه كيف ما شفتوا. يعني راه كنزيدوا الدقيق وكنديروا حتى الخمارات زوج. عندنا يعني جوج خمارات، كل خماره ب7 غرام، يعني مجموع 14 غرام. صافي هنايا فمن بعد ما شفتوا العجينه كيف كتجي رطبه، يعني ما خصهاش تجينا قاصحه باش الحليوه ملي كطيب كتجينا هشيشه. المهم انا كورتها كامله الكميه اللي عندي، راه الصراحه كتخرج كميه مهمه. المهم بعد ما يعني كنكورها كنصيفطوها للفران كطيب، اولا كنطيبوها غير في الطر على نار مهيله. صافي ملي كطيب فهي هذه هنا. الا بغيتو ديروها بحال كي غندير انا، يعني غنديرها غير على هكا، حيت درتها كبيره شويه. غادي نفندها في الكونفيتور ديال اللي خاص بالحلويات اللي تيكون جاري. غادي نديرو فوق النار حتى يغلى مزيان. صافي ومن بعد غادي ندير فيه شويه ديال المزهر وغادي نخليه. صافي غنبدا نفند فيه هاد الحلوه، عاد نعاوتاني نزيد نديرها في الكوك. صافي هذه تقريبا هادشي اللي كاين. اما الا بغيتو تشكلوها يعني ديروها على شكل وحده، يعني وحده لاصقه مع وحده، فغديروا الكويرات يكونوا غير صغيورين، باش لانها ملي كطيب راه كتنفخ شويه. فديروا الكويرات صغيورين، يعني صغر من هذا الحجم، حيت انا غنخلي غير هكا فقط، يعني ما غنلصقش وحده مع وحده. صافي هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وجربوا هاد الحلوه صراحه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، سهله اقتصاديه، وفي نفس الوقت انها كتخرج لكم واحد لا كونتيتي اللي هي كثيره. المهم اللي شاف فيديو نتمنى انكم ديروا لي جيم، ديروا بارطاج، وتابوناو معايا في لاشين. وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع لي فيديو اللي كنحط، فشكرا لكم بزاف بزاف. في يعني انا غنبقى تنكمل هذه كميه كامله وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هانتوما كيفاش كتشوفوا يعني الشكل النهائي ديالها. شو كي كتجي الصراحه كتجي غزاله من الداخل وكتجي هشيشه ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها. شكرا التفاعل ديالكم دائما كنقولها، فشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكم في قناه فضاء كنزه طبخ وابداع اسباس كنزه.